رسميا بعض الأوقات إنه بتميل لريال مدريد. اللاعب الثالث اللي بكرهه الرقم واحد، واللي هو خلاني أكون شغوف ومتعلق بكرة القدم. السلام عليكم، كيفكم أعزائي المشاهدين؟ حبايب لعيب، ينعاد عليكم بالصحة والعافية بمناسبة شهر رمضان طبعا وعيد الفطر السعيد. نعتذر منكم تأخرنا عليكم بعرض هالفيديو بسبب كثر الانشغالات اللي كانت موجودة برمضان، واللي شفتوها طبعا من أسئلة بالشارع وغيرها ضمن تحديات لعيب. اليوم راح نحكي بعد ما طلبنا منكم خلال شورت انه تسألونا الأسئلة اللي حابين تسألونا إياها أو أي استفسارات بتكون عندكم. اليوم راح نجاوب على الغالبية من الأسئلة اللي كتبتوا لنا إياها، وشكرا لكم على تفاعلكم بالفيديو. وانطروا حلقة كتير مميزة وفيها أسرار راح تكشف لأول مرة. الفقرة الأولى من هالفيديو راح تكون فقرة تعريفية عني أنا. راح أحاول قدر المستطاع إنه أعرف عن حالي. بالبداية اسمي محمد خضر السبعين، فلسطيني لاجئ بلبنان، ساكن بمخيمات اللجوء بلبنان. تهجروا طبعا أهلي من فلسطين بعام النكبة 1948. أنا مواليد سنة 91، 29 6 91، يعني عمري 32 سنة. دارس تكنولوجيا الكمبيوتر. هوايتي المفضلة بالطبع هي كرة القدم، وأنا من مصغري شغوف بهالهواية. وهالشي طبعا يعني اسا موقف ممارسة كرة القدم بسبب إصابة بقطع بالرباط الصليبي، مما أدى لتدخل جراحي بركبتي. الحمد لله على كل شيء. بالنسبة لأكلتي المفضلة، وطبعا يعني أحد المتابعين سألني هذا السؤال، أنا كل شيء اسمه مأكولات بحرية بفرم فرم فيها. أكلتي المفضلة هي المأكولات البحرية. طبعا بالنسبة لموضوع القناة، تم افتتاح القناة ببداية هذا العام بال 2023، واللي شجعني أكيد السيد الوالد الله يطول بعمره، وأخوي الكبير كمان الله يطول بعمره، اللي هو أب تاني بالنسبة لإلي ومرجع وقدوة. هلا هل هو اختصاصي ولا لا؟ طبعا مش اختصاصي، انا اختصاصي تكنولوجيا كمبيوتر، بس شغفي بكرة القدم دفعني لاعمل هالشي، وتعلقي بكرة القدم وبالمعلومات. اكيد هدف القناة بالبداية او الهدف الاول للقناة هو تقديم محتوى رياضي بسبب الشغف بهالمجال وحب هالمجال، بالإضافة لإعطاء المعلومة الكافية والوافية للمتابعين الأعزاء. بتمنى أكون قدمت لكم لو جزء بسيط عن معلوماتي الشخصية، وخلونا مع بعض نروح للفقرة الثانية، هي الأكثر، خلينا نقول الأكثر حبا أو كرها، طبعا بناء على طلب المتابعين، مثلا أكثر لاعبين بتحبهم، أكثر أندية إلى آخره. حنجاوب تفصيليا عن هاي الأمور. أكثر 5 أندية بتحبها بالدوريات الخمسة الكبرى؟ هلا بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى، بالدوري الإنجليزي أحب مشاهدة نادي مانشستر يونايتد طبعا. بالدوري الفرنسي نادي ليون. بالدوري الألماني دورتموند. وبالدوري الإسباني ريال مدريد. أكثر 5 لاعبين بتحبهم؟ هلا في عدة لاعبين، بس بالنسبة لإلي طبعا الرقم واحد، واللي هو خلاني أكون شغوف ومتعلق بكرة القدم، هو رونالدو البرازيلي الظاهرة. طبعا هو رقم واحد. بيجي بالمرتبة الثانية الأرجنتيني الداهية خوان رومان ريكيلمي. وفي عدة في عدة لعيبة طبعا مثل انيستا، رونالدينيو، مودريتش إلى آخره. بس بالنسبة لإلي إنه اللاعبين المفضلين أو الأكثر حبا هم رونالدو الظاهرة وريكيلمي. أكثر 5 لاعبين بتكرههم؟ هلا بدناش نقول بكرههم، يعني خلينا نحكي انه بكره تصرفاتهم. بالبداية خلينا نمبر 1 طبعا، هذا اللي هو الاسباني دييغو كوستا بالمرة. طبعا لا اخلاقيا، لانه لا اخلاقي وتصرفاته قبيحة كتير داخل الملعب. الثاني هو ابراهيموفيتش، رغم نجوميته بس يعني نفسيته، الغرور الموجود فيه بخليني أكرهه، وخاصة لما يوصل يعني ليشبه نفسه بالذات الإلهية والعياذ بالله، يعني توصل معه لحد الكفر.
فطبعا ديننا ومبادئنا وإسلامنا وأخلاقنا ما بيسمح لنا إنه نحب هيك ناس أو نقتدي بهيك عالم. اللاعب الثالث اللي بكرهه، يمكن هذا الوحيد اللي فينا نقول إنه بكرهه يعني، اللي هو الإسباني راؤول غارسيا. وفي طبعا جون تيري كمان، رغم أسطوريته وقوته الدفاعية وكان من النجوم الأبرز بخلال فترته، بس ما بحبه لهاللاعب. طبعا صار معه عدة أحداث، موضوع الخيانة، خيانة زميله بالمنتخب وإلى آخره، فبتجعلك يعني إنه تشمئز من هيك ناس. واللاعب الخامس بالطبع هو الأسطورة الرائعة هاري ماغواير طبعا، صاحب أو خلينا نحكي هداف نادي مانشستر طبعا، بالعكس يعني اللي بيجيب بمانشستر يونايتد الجوال. يستلم الكرة، ماذا سيفعل بها؟ والآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. بسبب حبي يعني لمانشستر يونايتد، فبشوف انه هذا اللاعب مش بحجم اليونايتد، على الرغم اذا بتشوفوا هاري ماغواير مبدع مع المنتخب الانجليزي، بس شو اللي بيصير معه بمانشستر ربك اعلم. مين أكثر نادي بتحبه؟ اكثر نادي بحبه خليها لاخر الفيديو، راح احكي لكم اياه. كمان اكثر نادي بكرهه باخر الفيديو. برأيك مين أكثر 5 لاعبين عنصريين؟ هلا موضوع العنصرية كلمة كبيرة وبدها شرح مفصل، فأكثر اللاعبين العنصريين حول العالم رح نعملها بفيديو منفصل إن شاء الله. وهلأ مع الفقرة الثالثة اللي هي فقرة الأفضل، خلوكم معنا. وقبل ما نكمل بالفقرة، يا ريت الكل يعمل لايك للفيديو ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لنكمل معكم التحدي ونقطع 100,000 مشترك، اللي أكيد بفضل الله أول شيء وبفضلكم أنتو راح نحقق هالأهداف المنشودة اللي عم بنحطها. طبعا نسيت أقولكم شغلة، إنه في بعض الأشخاص المتابعين شبهوني بكريم بنزيما وبأوتوماندي الأرجنتيني وبجوردي ألبا. أنتو برأيكم أنا مين بشبه؟ أفضل لاعب بالتاريخ. هلا افضل لاعب بالتاريخ طبعا بما حققه من انجازات، والواحد لازم يعترف بهالشي، لو كان هو غريم او عدو لدود خلينا نحكي للانديه اللي انا بحبها، ليونيل ميسي بالطبع، بالاضافه لعده لعيبه مثل دون البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي تقريبا بنفس مستوى ميسي خلينا نحكي، بالاضافه لبيليه، مارادونا، كرويف، زيدان، رونالدينيو. لكن افضل لاعب بالتاريخ هو البولغا الارجنتيني ليونيل ميسي. مين أفضل لاعب حاليا؟ هلا بالوقت الحالي في عدة لاعبين، ما فينا نقول افضل لاعب بالوقت الحالي لانه في بعض اللاعبين عم بتقدم مستويات متقاربة نوعا ما، يعني مثل كفاراتسخيليا، فيكتور اوسمان، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، ايرلينغ هالاند، بالاضافة لعدة لاعبين بدري، متقارب الاداء والجودة. فلهيك يعني في اكثر من لاعب من اللي ذكرتهم بظن انه هم افضل اللعيبة بالعالم حاليا. طبعا يمكن يكون راح حدا عن بالي، فانتوا شو رأيكم؟ بالاضافة لهدول مين بالوقت الحالي لاعب يستحق انه نقول من الافضل؟ أفضل نادي بالتاريخ حسب القارة. هلا بدناش نتوسع كتير، خلينا نحكي عن 3 قارات بالموضوع. هلا طبعا قارة اوروبا اوروبيا ريال مدريد هو رقم 1، نادي القرن طبعا. بقارة آسيا بالتأكيد الهلال السعودي طبعا، مع تحياتنا واحترامنا لكل الأندية العربية. بالقارة الإفريقية اللي لا يعلى عليه طبعا الأهلي المصري. أفضل نادي حاليا؟ هلا في عدة أندية، بس أنا اللي بشوف إنه خلينا نحكي أفضل 4 نوادي بالوقت الحالي. ليفركوزن بقيادة تشافي ألونسو عامل شغل كتير منيح. نابولي طبعا بإيطاليا اللي حسم اللقب خلينا نحكي، بالإضافة لأرسنال ومانشستر سيتي، رغم تذبذب النتائج لأرسنال بآخر فترة إلا أنه قدم مستوى فينا نقول أنه أكثر من رائع. بالإضافة للسيتي طبعا، السيتي بتلعب تشكيلتين، تشكيلة أساسية وتشكيلة احتياط، بأي تشكيلة بتلعب بتاخذ اللعبة. أفضل مهاجم حاليا؟ هلا بالوقت الحالي كرأس حربة خلينا نحكي ايرلينغ هالاند هو أفضل رأس حربة بالعالم حاليا. أفضل بطولة بالنسبة لك؟ هلا بالنسبة لي البطولة المحببة هي كأس العالم طبعا،
اما اذا بدك تحكيني على مدار السنة، فالدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا هم افضل بطولتين. مين افضل لاعب معتزل غير بيليه ومارادونا؟ يعني مين بدي اقول لك، الظاهرة رونالدو طبعا، عشق الاول والاخير. افضل منتخب عالميا؟ عالميا افضل منتخب بالنسبة لإلي انا طبعا هلا بالوقت الحالي الارجنتين، بس شخصيا يعني وعاطفيا البرازيل. افضل منتخب اوروبي؟ باوروبا الديوك، يعني المنتخب الفرنسي بالوقت الحالي هو افضل منتخب باوروبا. مين افضل منتخب عربي؟ بالطبع المنتخب المغربي بما حققه بالفترة الأخيرة من نجاحات، طبعا بعد كأس العالم تغلبه على البرازيل، وبكأس العالم وصوله للدور النصف نهائي، هاي فخر وبنعتز فيها. يعني احنا كعرب ومسلمين وصول فريق عربي أو منتخب عربي لهيك أدوار متقدمة من كأس العالم. وبما انه احنا عم نحكي عن كأس العالم، طبعا بنوجه التحية لمنظم كأس العالم دولة قطر الشقيقة يلي عملت مجهود كبير بتنظيمه، وطبعا كان أفضل نسخة بال 22 نسخة اللي أقيمت بكأس العالم هي فيفا قطر 2022. رغم المحاولات اللي كانت عم بتصير من الغرب بتشويه سمعة قطر والإسلام بشكل عام، إلا أنه قطر كانت ند لهاي العالم كلياتها، وأثبتت أنه العرب والمسلمين قادرين ينجزوا ويعملوا. طبعا هالشي فخر وقدوة لنا وبنعتز فيه كتير. تحية لأهل قطر وتحية لكل الشعوب العربية والمسلمين. مين افضل لاعب بتاريخ ريال مدريد؟ بالطبع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، بما حققه من إنجازات فردية وجماعية، بالإضافة لعدة لاعبين مثل دي ستيفانو وخينتو. بس بالنسبة لي الدون البرتغالي هو أفضل لاعب بتاريخ ريال مدريد. مين افضل انديه خارج اوروبا؟ هلا خلينا نحكي كأندية، عم نحكي خلينا نقول الأندية العربية. يعني أنا بالنسبة لي مثلا الأهلي المصري، الزمالك المصري، الهلال، الاتحاد السعودي، النصر السعودي طبعا، شبيبة القبائل، الوداد البيضاوي، الوحدات الأردني، الفيصل الأردني، الجيش السوري. يعني بكل بلد فيه، بلبنان طبعا النجمة، العهد، الأنصار. بكل بلد يعني في أندية وفي عنا خامات وفي عنا لعيبة كثير رائعة، وبتنافس طبعا اللعيبة بدول أوروبا وبأمريكا. قبل ما نحكي مين اليوتيوبر المفضل، فينا نرجع نقول مين اكثر نادي بتحبه واكثر نادي بتكرهه؟ طيب ماشي، يلا. يمكن هاي العالم انتقدتني فيها ببعض الأوقات إنه بتميل لريال مدريد. بالنسبة لي أنا طبعا أفضل نادي أو النادي اللي أنا بحبه هو ريال مدريد. يعني أنا بس حضرت فوتبول، يعني أول ما بلشت ب 98 حضرت كأس عالم، طبعا شغفي رونالدو البرازيلي كان. وبعد انتقال لريال مدريد بهديك الفترة بال 2002 بعد كأس العالم طبعا بال 2002 تبعت ريال مدريد بسبب الظاهرة البرازيلية، واستمريت بحبي لها الفريق. بالنسبة لأكثر نادي بكرهه للأمانة يعني هو أتلتيكو مدريد. النادي هذا كتير بكرهه وما بحبه هيك، يعني سبحان الله. يمكن لأنه خلينا نحكي إنه الجار العدو اللدود طبعا، والمنافسة القائمة طبعا بينه وبين ريال مدريد. بس أكيد يعني كبير العاصمة هو الملكي. وتوضيح هام لجماهير برشلونة، أنا ما بكره برشلونة بس بشجع ريال مدريد وبميل لريال مدريد. بالعكس في كتير لعيبة ببرشلونة بالسابق وحتى حاليا بحبهم، وهالشي ما بخليني طبعا أكره برشلونة. طبعا هالشي مش إنه والله تقولوا عم ببيض طناجر أو أبصر شو أنتم بتقولوها بلهجتكم إنه عم بتوجهن أو أبصر شو، لا أكيد. بس للأمانة والله مش إنه كره يعني، ما بحبه بس مش بكره للفريق. مين هو اليوتيوبر المفضل؟ اليوتيوبر المفضل هو رسميا، عدنا إليكم من جديد رسميا، منذ أن خلق الله سيدنا آدم، محمد عدنان بالنسبة لي هو قدوة، وهو أحد الأسباب اللي دفعتني إنه أفتح قناة متعلقة بكرة القدم. طبعا شغفي لإله وطريقة تقديمه ونجوميته كان قدوة. وحتى ببدايتي أنا كنت أحاول قدر المستطاع، يمكن خلينا نحكي بشكل واضح، أحاول أقلده ببعض الاشياء. اكيد يعني ببداية اي عمل مفروض انت يكون لك بهالدومين او بهالمجال شخص ملهم.
فإنك تقتدي فيه، تحاول تتقمص شخصيته نوعا ما. بس محمد عدنان أفضل يوتيوبر يقدم محتوى كروي بحت على اليوتيوب. بالإضافة يعني لعدة أشخاص أنا بحبهم على اليوتيوب مثل أبو فلة، مساعد الفوزان، أبو سروال. كتير بضحك يعني على أبو سروال رائع كتير. ومساعد الفوزان بما قدمه، القفزة النوعية اللي عملها طبعا بالمعلومات والتحديات، يعطيه ألف عافية. وأكيد كل اليوتيوبرز اللي بيقدموا محتوى هادف بنحترمهم وبنقدرهم. بنهاية الفيديو يا ريت أكون قدرت أجاوبكم على الكم الأكبر من أسئلتكم واستفساراتكم. انطرونا بالموسم الجديد بفيديوهات وأفكار شيقة كثير، ويمكن ما انعملت قبل بتاريخ اليوتيوب كله، من فيديوهات لشورتس لتحديات لسلاسل مختلفة. وما تنسوا تعملوا لايك زي ما قلنا، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وبدي الفيديو هاد يوصل لأكبر عدد من العالم. وأكيد ما ننسى التحدي اللي حطيناه مع بعض، اللي هو الوصول لل100,000 مشترك بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.